القرار اتحسم. حامد حمدان قالها باختصار: الأهلي أولاً. رغم اهتمام الزمالك، اللاعب اختار القميص الأحمر ووافق على الانضمام للأهلي بعد ما شاف المشروع، البطولات والاستقرار. الأهلي ما بيكسبش صفقات بالفلوس بس، بيكسبها بالاسم، التاريخ وطموح البطولات. حامد حمدان قرر يلبس الأحمر وفضل الأهلي رغم محاولات الزمالك المستمرة. اللاعب شاف صورة كاملة: مشروع بطولات، استقرار فني، ومشاركة في البطولات الكبيرة، وده اللي خلاه يختار الأهلي بدون تردد. الأهلي بيجهز ضربة يناير، واسم مفاجأة داخل القائمة. القلعة الحمراء ضعفت جهودها في سوق الانتقالات الشتوي، وظهر اسم غريب لكنه مفاجئ جدا في خطط النادي لتدعيم الهجوم. الأهلي مهتم بالغيني محمد توريه، مهاجم فريق كوبيون بلوسورا الفنلندي، واللاعب دخل بقوة في دائرة الاهتمام بعد موسم قوي سجل فيه أهداف وصنع أهداف، وأظهر إمكانيات بدنية وفنية عالية. توريه عمره 20 سنة، وطول جسمه 1.85 متر، ولاعب مهاجم قوي ومميز، وقيمته السوقية حوالي 500 ألف دولار. اللاعب عنده عقد مع نادي كوبيون بلوسورا الفنلندي ممتد حتى نهاية 2027، وده بيخلي الأهلي محتاج يدفع مقابل مناسب للتعاقد معه. في الموسم الحالي توريه شارك في 11 مباراة وسجل هدفين، وفي الموسم الماضي شارك في 39 مباراة وسجل 14 هدفاً وصنع هدفين مع الفريق الفنلندي. الأهلي محتاج تعزيز هجومي قوي في يناير بعد تراجع مستوى جراديشار وشريف، والجهاز الفني يمنح هذا الملف أولوية قصوى. السؤال الآن: هل الغيني محمد توريه هيكون صفقة مفاجأة تجمع بين السرعة والقوة، ولا الأهلي هيكمل في خطط أكبر وأسماء أثقل؟ الأهلي يرفع العرض المالي لحسم الصفقة. مسؤول القلعة الحمراء قرروا رفع عرضهم لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه من نادي جايس السويدي إلى 2 مليون دولار، بعد أن كان العرض الأولي 1.8 مليون دولار، في محاولة لإنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير. النادي السويدي لا زال متمسك بمطالبه المالية. رغم زيادة العرض، هناك صعوبة في التوصل لاتفاق، لأن نادي جايس يطلب ما يقرب من 4 ملايين دولار للتخلي عن دياباتيه، وهو رقم أعلى بكثير من الذي يقدمه الأهلي حالياً. دياباتيه هو الهدف الأول للأهلي في الهجوم. الأهلي يرى في دياباتيه الحل لتعزيز خط الهجوم بعد صعوبة حسم صفقات أخرى، ويعتبره الخيار رقم 1 لإضافة قوة وفاعلية أمام المرمى في الدور الثاني من الموسم. الفترة اللي فاتت اسم واحد جديد بدأ يتكرر في أخبار الأهلي: بابلو صباغ، المهاجم الكولومبي اللي عامل ضجة كبيرة بعد تألقه في كوريا وبقى هدف لكتير من الأندية ومن ضمنهم الأهلي. التقارير الصحفية بدأت تتكلم إن الأهلي بيدور على مهاجم قوي ومختلف، واسم صباغ كان واحد من أهم الأسماء المطروحة. اللاعب طويل، قوي بدنياً وهداف، وده اللي الأهلي بيدور عليه بقاله فترة. لكن لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي من الأهلي، الكلام كله اهتمام فقط. وكيل اللاعب خرج بنفسه قال: الأهلي نادي كبير، ولو جالنا عرض رسمي هنقعد وندرسه، لكن حتى الآن مفيش أي مفاوضات. وفي نفس الوقت النادي الكوري مش رافض فكرة بيعه في يناير، لكن سعر اللاعب مش قليل وممكن يوصل ل2 مليون دولار. يعني باختصار، الأهلي مهتم، اللاعب مستعد يسمع، والنادي الكوري مش هيقف، لكن الكورة دلوقتي في ملعب إدارة الأهلي. هل الأهلي هيتحرك رسمياً خلال الأيام الجاية، ولا الموضوع مجرد اسم جديد في قائمة المرشحين للمهاجم الجديد؟ اكتب رأيك.